السلام عليكم. عاملين ايه؟ انا خديجة ودي قناتي. والنهاردة معانا طريقة السمك المكاريل في الصينية، حاجة كده طعمها وهم وجميلة جدا. شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه. بجد لو جربتي الطريقة دي هتعجبك جدا. لو اول مرة تشوفيني حطي لايك على الفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف عملنا الصينية القمر دي ازاي. اول حاجة عندي سمكتين مكاريل متنضفين كويس ونقعتهم في ميه وملح وليمون علشان احافظ على ان الملح يعني ما يهريش اللحم بتاعهم. وكمان صفتهم، شطفتهم وصفتهم وحطيتهم جنبي. عندي بطاطسيتين قطعتهم حلقات، ولا تخينه او ولا رفيعه قوي علشان تاخد سوى السمك وما تتهريش معايا. حطيت عليهم ميه، دي ميه ساقعه عادي عاديه جدا من الحنفيه. وكمان حطيت عليهم ملح وكركم. انا عايزه البطاطس تاخد اللون الاصفر بتاع الكركم، مش عايزه لونها هيفضل فاتح كده. فنقعتها في شويه ملح وكركم وحطيتها على جنب. عندي 3 بصلات متوسطين، قطعت قطعتها بالشكل ده. قطعتها 4 تربع وقطعتهم بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وعندي كمان 3 فلفلات وحوالي 5 طماطميات. وكمان عندي كزبرة و3 أو 4 فصوص من الثوم، ودوت عصير 4 ليمونات. وعندي كمان الملح وكمون وكزبرة. اساس السمك عامه الثوم والملح والكمون والكزبره. وعندي كمان حوالي ربع كوبايه من الزيت. وادعك الخضار بتاعي دوت كده كويس جدا علشان يتبل كله وكل المكونات تاخد طعم بعضها بالشكل ده. الريحه بقى في الوقت ده مش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي، حكايه. كده انا خلاص جهزت الحشوه بتاعتي وجهزت التتبيله. هفتح بقى السمك كده بالطول. طبعا اهو شايفين مع بعض ان هو متنضف كويس ونشيل الزعانف بتاعته ومنقوع. وكمان صفيناه، شطفناه من ميه النقع وصفيناه. اهو بفتحه بقى بالطول كده بالشكل ده بحيث ان السمكية تبقى مفرودة معايا زي الكتاب. اهو بالظبط كده. ايه رأيكم؟ بعد كده نجيب الصينية اللي احنا هنسوي فيها السمك، وهحط فيها من الخلطة اللي انا جهزتها كأرضية للسمك علشان لا ما يتلسعش معايا. لو حصل اي لسع يبقى في الخضار وما يبقاش في السمك بتاعي. وكمان الخلطة دي كلها بتتاكل بعد السوا، بيبقى طعمها رهيب جدا وبتبقى حلوة. نقدر ان احنا نغمسها بالعيش ونقدر ان احنا نحط منها على الرز وناكل. بيبقى طعمها حلو جدا مش بتترمي. فنحط من الخضار ده على قد الكمية اللي احنا نحبها. صدقوني بيبقى طعمه حلو قوي. وكمان وزعت البطاطس بتاعي كده في الصينية. وحطيت على وش السمك برضو بطاطس علشان ياخد طعم السمك. وهبدأ انزل بباقي الخلطة بتاعتي على وش السمك بحيث ان هي تاخد من الملح والثوم والتوابل اللي موجودين في الخلطة بتاعت البصل. احلى صينية سمك مكاريل ممكن تدوقها في حياتكم بجد. جربوها بجد هتنبهروا من الجمال. عندي كمان حطيت شرايح من الثوم على وش السمك. وكمان حطيت حوالي معلقتين من الزيت على وش السمك. هقفل بقى الصينية بورق فويل ويلا بينا نسويها. على البوتاجاز على نار عالية هحط الصينية بتاعة السمك لحد ما اسمع ان هي بدأت في الغليان. هوطي خالص البوتاجاز وهسيبها حوالي ربع ساعة. وبعدين بعد ما يعدي ربع ساعة هختبرها واشوف. لو لقيت البطاطس استوت يبقى كده الصينية بتاعتي تمام. كده كده الاسماك ما بتاخدش وقت خالص على البوتاجاز وما بتاخدش وقت في التسوية. فتسوية الصينية بتاعتي دي من تسوية البطاطس.
لقيتها لسه فاضلها شوية، هسيبها كمان 10 دقايق او 5 دقايق، يعني من تلت ساعة لنص ساعة الا 5 دقايق الصينية بتاعتي هتكون تمام كده جهزت. انا كده اختبرت البطاطس، لقيت البطاطس استوت. هحطها تحت الشواية علشان تاخد معايا لون حلو كده. قعدت حوالي تحت الشواية حوالي 10 دقايق، ودي كده شكلها بعد ما خلصت. شايفين الجمال؟ ريحتها تحفة، وكمان الشكل بتاعها حلو قوي، والطعم اجمل بكتير. يعني اتمنى ان انتوا بقى تجربوا الطريقة دي وتكتبوا لي لقيتوها ايه، يعني تيجوا تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. ايه رأيكم؟ شايفين الجمال؟ لو وصلتوا معايا بقى لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس، وكمان تحطوا لي لايك للفيديو، وتكتبوا في التعليقات اي تعليق سواء جربتوا الوصفة او لا. يعني اكتبوا لي اي حاجة يعني. ده شيء هيفرحني وهيسعدني جدا، وهعرف ان المحتوى بتاعي يعني انتوا حابين وحابين ان انا استمر فيه. انا كده غرفت بقى الطبق بتاعي. بصوا هي اتلسعت شوية. اما يعني ما جت تتلسع، اللسع جه في الخضار. ومش قادرة اقول لكم ان الحتة دي بتتخطف قبل الحتة اللي ما اتلسعتش، يعني بيبقى طعمها حلو قوي. فاحنا ناخد بالنا بس من التسوية، ان النار تبقى عالية في الاول كده لحد الغليان، وبعد كده نوطي خالص ونسيبها مع نفسها. وكمان احب اوضح لكم ان انا ما ضفتش اي سوائل خالص للصينية، هي استوت من السوائل بتاعتها منها فيها. وده كده شكل السمك، شايفين من جوه لحمه ابيض وطعمه جميل جدا. مش عارفه اقول لكم ايه. انتوا جربوا وتعالوا قولوا لي انتوا بقى رايكم في التعليقات. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وبألف هنا وشفا.